نعود معكم في الجزء الثاني لكي نواصل مع مالك بن نبي وقصة حياته وأهم أعماله. قلنا أن مالك بن نبي هاجر مرة ثانية إلى فرنسا سنة 1930 ميلادية، وهذه المرة رؤية أو بهدف الدراسة في معهد المحاماة، المعهد الشرقي للمحاماة في فرنسا آنذاك، ولكنه تم إقصاؤه بألعوبة سياسية ونجح في الامتحان. فلما كان سيتقدم إلى الوظيفة إلى غير ذلك تم إقصاؤه، ما خلاهش يدخل المعهد، تم إقصاؤه بألاعيب سياسية، وهذا ما اعترف له به مدير المعهد آنذاك. المهم مالك بن نبي ذهب مصدوما في مدن فرنسا متجولا هائما كالمصدوم الذي فوجئ من هذا الخبر وصعق به، لأنه كان يطمح لأن يكون محاميا وتم إقصاؤه، حتى لم يتم إقصاؤه لأنه فشل، بل بألعوبة سياسية.